السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اللهم صل وسلم وبارك على افضل الخلق سيدنا محمد عليه افضل الصلاة والسلام. عايزة لايكات كتير للفيديو دوت عشان الفيديو دوت حلو جدا. فرح اخويا قرب ورحنا بقى اجرنا الفساتين انا والبنات، وهوريكم فساتين البنات والفساتين اللي انا قستها، واخر الفيديو هوريكم انا اخترت انهي فستان. بس زي ما قلت لك انزلي يلا اعملي لايك واشتركي في القناة عشان الفيديوهات الجاية ان شاء الله هتكون جامدة جدا 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 بإذن الله. هو فيديو النهاردة ظريف وخفيف كده ومش طويل. أول حاجة كده عملت الفطار للبنات، هما الأيام دي مش عارفة ليه حابين أوي الشاي بلبن. زي ما كنت قايله لكم أنا بحب أشربهم لبن سادة. بس هما طالبين معاهم شاي بلبن، والتسابيح فضلت برضو تعيط وعايزة شاي بلبن معاهم أو لبن يعني. قلت لها انتي مش بتشربيه فقالت لي لا هشربه. فعملت لها كده كوباية وما كانش عندي فينو، فأمرت لهم عيش كده. تمام. آه هو العيش كان طري يعني، بس انا سخنته كده على النار واديته لهم وحطيت لكل واحد معلقه عشان هيقطع العيش كده صغير وهيحطه في الكوبايه وياكل. فهي الحمد لله المره دي تسابيح يعني عجبها وكلته. المهم كان ياسين ما كانش معانا برضو. ياسين دلوقتي بيروح مع باباه المحل يعني وكده عشان الاجازه. بقى معايا البنات بس، فعملت لهم الفطار وانا برضو عملت كوبايه لبن و... وجنبيها برضو كده أمرت عيش وحطيت معاها حتة جبنة وانا فطرت بيهم. وبعد كده دخلت على طول على الغدا على طول. تمام يعني انا كده النهارده عشان بس هخرج فالفيديو سريع. بعد ما فطرنا قلت للبنات يلا ادخلوا انتوا روقوا الاوضه بتاعتكم ولموا لي الصاله كده، وانا روقت اوضه النوم والريسبشن ودخلت على المطبخ على طول. قلت اعمل الغدا عشان اول ما جوزي ما جه اتغدى، وبعد كده نزلنا رحنا نأجر الفساتين. فانا ما عملتش غدا يعني، طبخت يعني وكده. انا عملت بس بيض مقلي وملوخيه زي ما انتم شايفين، ومكرونه محمره بالشوربه وبابا غنوج وكام طماطميه كده. الحمد لله الف حمد والف شكر ورضا. وزي ما كلنا عارفين الدنيا غاليه، والواحد دلوقتي بقى بيمشي حاله باي حاجه موجوده في البيت. يعني الاكل البسيط ما بقاش رخيص يعني بصراحه، يعني بقى مكلف برضو. المهم بقى، لميت بقى كده المواعين كلها وقلت اغسل المطبخ قبل ما امشي. طبعا البنات بقى كتلة نشاط كتلة حيوية. اول ما عرفوا ان احنا خلاص هنروح نأجر الفساتين قالوا خلاص يا ماما يلا بقى نخلص بقى عشان خاطر نمشي. قلت لهم يلا بقى نخلص. هما بقى دخلوا على اوضتهم بقى على طول ولموا اللعب بقى وكده وروقوا لي كده الركنه يعني على الماشي. هي كانت متروقه بس انتوا عارفين المخدات بتبقى واقعه كده ولا كده. فلموها وانا كنست وخلصت باقي الشقة ودخلت لميت المواعين كلها، طبعا كوباية من هنا وطبق من هنا والحاجة ما بتخلص و وقلت اروق الدنيا كده وانضف المطبخ قبل ما امشي عشان خاطر طبعا انا كنت عارفه ان احنا هنلف كتير. فقلت بقى هرجع تعبانه فلازم اخلص اللي ورايا، فخلصت اللي ورايا وظبطت المطبخ وقلت مخليش اي حاجه يعني ورايا عشان لما نيجي بالليل. ودخلت المطبخ اعمل اي حاجه خفيفه كده ولا المطبخ رايق. تمام. انا كنت متفقه انا واخواتي هننزل ننزل كلنا نأجر الفساتين مع بعض. بس بصراحة كل اللي كان وراه حاجة بتعملها وكده وخلصت قالوا خلاص احنا هننزل يعني نأجر كل واحدة نزلت تأجر يعني وكده. كل مجموعة بصراحة يعني متأخر كل مجموعة نزلت مع بعض. فالمهم نزلت بقى انا وجوزي والبنات وكده، وانا أجرت ليا وأجرت للبنات. ياسين ما أجرتلوش لاني جبت له بليزر وبنطلون وهيكول والطقم يعني انا اشتريته شراء ما أجرتلوش. تمام. البنات بقى بس هم اللي أجرت لهم، لان البنات انا مش هشتري لهم يعني فساتين. فالمهم انا كنت عايزه اجر لهم لون يكون نفس لون الفستان اللي انا اجرته. بس البنات عندي قالوا لا احنا عايزين ابيض، وبنت اختي عايزه ابيض، وبنات اخوات يعني بنات اخويا برضو عايزين ابيض. فقلنا خلاص كلنا نأجر فساتين بيضة. فاتفقنا يعني على كده. فكان كل اللي بيروح يأجر فساتين بيضة للبنات يعني. فقالوا خلاص تمام. فانا بقى اللي نزلت اخر واحده. بس الفيديو ده عايزه اقول لكم يعني انا لما نزلت اجرت تاني يوم انا كنت عايزه اروح اجيب حاجات برضو تاني من مكان هناك وكنت هشوف حاجات. فكانت اختي كانت مأجره لنفسها بس ما كانتش مأجره لبنتها. انا قلت لها على المكان دوت يعني المحل دوت، فجت اجرت منه. ف بنت اختي يعني ظاهره معايا في الفيديو دوت الفستان بتاعها.
فده كان تاني يوم، فهمتوني؟ فانا حطيت المقطع في الفيديو دوت. فايه بقى، البنات بصراحه كان شكلهم حلو جدا جدا في الفساتين. انا بناتي اجرت لهم التلاتة زي بعض، نفس الرسمه ونفس نفس الستايل. هم عجبهم. يعني هما كانوا بيتفرجوا معانا، ما جبتش اي حاجه على مزاجي. آه، كانوا عمالين يتفرجوا كده بسمله وساكته، وراح عجبهم الستايل دوت. فراح قالوا له خلاص هم عايزينه. قلت لهم خلاص لو في ثلاثه منه زي بعض هنأجره، لو ما فيش هنشوف حاجه تانية، لان انا عايزاهم هما الثلاثه يكونوا زي بعض. بصراحه البنات الصغيره لما بيبقوا مأجرين فساتين، خصوصا لما تكون بيضة، بيبقى شكلهم عليهم تحفه. المهم بقى ايه، هتشوفوا دلوقتي الفساتين بتاعت البنات، وقولوا لي ايه رأيكم، وقولوا لي برضو ايه رأيكم في الفستان برضو اللي انا اجرته. لان كان في فستان تاني كده هتشوفوه برضو دلوقتي، كان عاجبني جدا وستايله حلو. بس كان ايه يعني، هو في فتحة لغاية الركبة، والفتحة دي إيه معمولة بستان، فاهميني؟ يعني هو عند الفتحة دي كأنه بطبقتين، الطبقة اللي تحت ستان واللي فوق قطيفة. فأنا بصراحة دي اللي كانت مضايقاني جدا. لكن هو كان لونه وشكله يعني كان حلو قوي. المهم بقى ايه، خلصت كده وجبت حاجات يعني من اللي كنت عايزاها. ولسه ان شاء الله هنزل يوم تاني اجيب باقي الحاجات اللي البنات محتاجينها، وان شاء الله هصورها معاكم وهوريكم كل الحاجات اللي انا جبتها للبنات. ان شاء الله هيبقى شكلهم عسل جدا جدا، وهصورهم لكم وقت الفرح باذن الله. وهحاول كده اصور لكم جزء من الفرح لو قدرت. انا كنت مصوره لكم جزء كده من كتب الكتاب، وكنت منزلاه في القناه من كام فيديو فاتوا. اللي ما شافش الفيديو دوت يدخل يشوفه، ويستنى ان شاء الله فيديو الحنه والفرح باذن الله يعني. يلا انزلوا بقى اشتركوا في القناه للي ما اشتركش، واللي مشترك يعمل لايك عشان يرفع الفيديو، واستنى الفيديوهات الجايه ان شاء الله. بصوا هنا دي كانت بسملة اول واحدة صورتها. بصراحة كان المقطع مصورة صغير قوي، وكنت بكلم الانسة اللي في الاتيليه يعني، فما عرفتش اصورها كويس زي اخواتها. هي اول واحدة صورتها لاني اول واحدة قاست. تمام. وبعد كده ساجدة. دي ساجدة طبعا هما لابسين بقى على هدومهم البلوفرات وكده، بس طبعا وقت الفرح هيغيروا كل ده، بس عشان الجو كان برد. وقفت بقى قدام المراية كده ولفت بقى الفستان، شكله بجد بجد تحفة عليها. انا حرقت لكم المفاجأة. يلا بقى، فالفستان كان عاجبهم جدا التلاتة، نفس الشكل دوت. بالظبط. شايفين شكله حلو ازاي، عامل زي بتاع العرايس كده، من فوق وقصير من قدام وطويل من ورا. هجيب له كل واحدة بادي كارينا ابيض وكولون. تمام. تسابيح بقى هي اللي حاجة تانية. تسابيح اول ما لبست الفستان قعدت تلف بيه، تلف ونسيت نفسها خالص، لان هي نفسها في فستان وتلف، هي بتحب الفستان جدا، دايما تقول انا عروسة انا عروسة. فهنا كانت اتكسفت كده عشان البنات اللي في الاتيليه فرحوا بيها وقعدوا يسقفوا لها وعايزين يصوروها. بصراحة ما شاء الله عليها بصراحة، يعني الله أكبر عليها، وماشية بقى فاكرة نفسها عروسة بقى وفرحانة بقى. ايه رأيك؟ ايه رأيك انت ايه؟ انت ايه؟ وهنا بقى ده كانت رفايدة، هي اسمها رفايدة بس احنا بنقول لها روفا. هي لبست فستان زي بتاع بناتي عشان يبقوا زي بعض، بس بصراحة ما كانش حلو عليها وما عجبهاش، فهي اختارت الستايل ده. هو بصراحة شكله جميل، بس هو مش باين قوي يعني. دلوقتي ده بقى المقطع ده بس اللي هو كان تاني يوم. تمام. فهي كان نفسها قوي برضو في فستان طويل كده. المهم بقى ده الفستان اللي بقول لكم عليه ستايله حلو وشكله جميل ولونه تحفه. بس هو للاسف الفتحه اللي كانت من الجنب، بس الجنب التاني دي اللي ما خلتني ماخدوش. هو على فكره في توسيع تاني. بصوا انا كان في حاجه كده في دماغي عاوزاها، بس مش ما كنتش لاقياها، والاتيليه ده بس اللي ورهاني الكتافات اللي في الجنب دي. ده الفستان التاني وده اللي انا اخترته. ايه رايكم في ذوقي؟ هو في البعض قال لي حلو وفي البعض قال لي وحش، مش عارفه. بصوا انا كنت عايزه الكتافات دي، فهو قال لي هركبها لك، ولسه هيركب لي اسوره تاني عند الكم من قدام في الايد. انا كنت عايزه حاجه كده تكون هاديه. تمام. بس اهم حاجه تكون الكتافات اللي هي في الكتف دي تكون شخلعه يعني كده. قولوا ايه رايكم في الفستان، حلو ولا وحش؟ يعني عايزه اخد رايكم يعني كده. المهم بعد بقى ما رجعنا بالليل كده وقعدنا وارتحنا وكده، فقلت اعمل حبه فشار للولاد. تمام. كان عندي اخر حبه زيت في الازازه دي، فقلت حل في الازازه، انا هحل في الازازه. تمام. فايه نزلت بقى كل اللي فيها وحطيت الفشار بقى وكده. بصوا هو الفستان الزيتي انا عاجبني جدا، بس هو
مش عارفه ليه حاسه ان هو القطيفه اصلا بيتخن، اصلا القطيفه بيتخن، فحاسه انه متخن يعني شويه يعني كده. فانتوا قولوا لي ايه رايكم كده في الفستان، حلو ولا وحش، ولا التاني كان ستايله احلى؟ هو بصراحه الازرق ده فيه توسيع يعني ممكن يتوسع، آه، بس انا ما حبيتش الجزء اللي من تحت ده، مش عارفه اللي كان بيصورني ما جابش الحته يعني اللي من تحت دي. تمام. فالمهم بقى رجعنا كده وقلنا نعمل ايه، حبة فشار. بصراحة انا الفشار ما بحبش احط الملح عليه بعد ما اعمله، بحب احط الملح على الفشار والزيت نفسه في الحلة كده واقلبهم، وبعد كده ارفعهم بقى على النار. جوزي بيقول لي هو في حد يعمل فشار دلوقتي وفي حد يعمل اي حاجة بالزيت دلوقتي؟ الزيت غلي. يلا بقى عندنا ازازة زيت ففرحانين بيها، فبنعمل اي حاجة عايزة زيت فبنعملها الايام دي قبل ما الازازة تخلص. بصوا في ثانية كنت عملت الفشار. ايه رأيكم؟ عملته على الرخامة، ما حطيتوش على البوتاجاز. ايه رأيكم بقى في السرعة دي؟ هحط بقى الفشار كده في الاطباق دي، وبعدين طب تعالى اقول لك حاجة. تسابيح، انت جبتي فستان؟ او جبتي فستان؟ هتبقي ايه في الفستان؟ هتجيبي عليه كوتش؟ وايه تاني؟ انت ايه لما تلبسي الفستان هتبقي ايه؟ اه، لما تلبسي الفستان هتبقي ايه؟ وتوكة. اه، وهتبقي ايه بقى لما تلبسي التوكة والفستان؟ تبقي ايه؟ عروسة. انت عروسة. طب قولي لي بقى العريس اسمه ايه؟ ها، العريس اسمه ايه؟ احمد. برافو، خاله احمد. والعروسة اسمها ايه؟ منى. برافو عليكي، شطورة. هي ما بتقولهمش غير احمد ومنى، يعني الالقاب هي بتشيل الالقاب، ما بتحبش الالقاب. المهم لما عملت الفشار كده، بصوا الملح الزياده بقى كله بيبقى في الحله تحت. وبصراحه الفشار بعد ما يتعمل لازم الحله تتحط في الحوض على طول، عشان خاطر الزيوت دي كلها، الزيت ده كله بيلزق في الحله، سواء ألمونيا او ستانلس.